السلام عليكم، وغنشارك معكم كيكة غير بجوج بيضات كتجي رائعة بزاف وطالعة هشيشة بزاف كتحمر الوجه. ضروري جربوها. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، ما نساوش تخليو لي لايك واشتراك باش دائما يوصلكم جديد. ونبداو في المقادير والطريقة. وفي خلاط كهربائي غنحتاجو جوج ديال البيضات، ونضيفو واحد الكاس الا ربع ديال السكر، و8 غرام ديال الفاني، وربع كاس ديال الزيت النباتية. ونخلطو مزيان هاد المكونات بهاد الطريقة هادي، ومن بعد نضيفوه في شي اناء. ضروري خاصنا نطحنو مزيان هاد البيض مع السكر، ونضيفو نص كاس ديال الحليب. طبعا الحليب ما يكونش بارد بزاف. ونضيفو 3 معالق كبار ديال الزبده اللي ذوبناها، واحد 4 معالق صغيره ديال الملحه. نخلطوهم مزيان ونضيفو واحد الكاس الا ربع ديال الدقيق. والدقيق دائما كنغربلوه. ونضيفو 8 غرام ديال خميرة الحلويات، ونخلطو مزيان بهاد الطريقة هادي. والخليط ديال الكيك اللي كنتحصلوا عليه خصو يكون هيدا خفيف شوية، ما يكونش ثقيل بزاف. ونقسموا الخليط ديالنا لنصفين. هنايا غناخدو 2 معالق كبار ديال الكاكاو، ونضيفو عليه الحليب. كنضيفو 3 معالق كبار تقريبا ديال الحليب، وكنبقاو نخلطو بهاد الطريقة هادي حتى كنتحصلوا على هاد القوام ديال الكاكاو يكون بحال هيدا. ومن بعد كنضيفو على الخليط بهذا الشكل هذا، ونحاولوا نخلطوه مزيان بهذه الطريقه هذه. وغنجيبوا واحد المول اولا قالب، القطر ديالو 18 سنتيم، اللي ممكن تستعملوا اي قلب كتفضلوا، دائري مربع حسب الرغبه. هنايا دهنته بشويه ديال الزبده وعملت فيه ورق طبخ، الا ما كانش ورق طبخ رشوه غير بشويه ديال الدقيق. وهنايا غنجيبوا الخليط ديال الكيك ديالنا، واحد معلقه ديال الكيك يكون بياض، واحد معلقه ديال الكيك بالشوكولا. وغنستمروا بهذه الطريقه هذه حتى كنساليو الخليط كامل. وندخلوا الكيك ديالنا يطيب على 170 درجه مده ديال 40 حتى 45 دقيقه. كنعملوا صينيه ديال الفران تحت، والحراره من تحت حتى كيطيب مزيان الكيك ديالنا. ومن بعد عاد كنشعلوا له من الفوق باش غير كيتحمر شويه من الفوق صافي كنحيدوه. بعد ما كنجبدوا الكيك ديالنا ضروري ما خصنا نشوفوه واش طاب مزيان. كنعملوا هيدا واحد العود في الوسط او لاموس او لا اي حاجه، كندخلوا هيدا في الوسط ديال الكيكه، وإلا خرجنا نقي كيكون صافي الكيك ديالنا طاب. بعد كنحيدو الكيكه ديالنا من المول وكنخليوها تبرد واحد شويه. وهنايا ذوبت شويه ديال الشوكولا البيضاء. بالنسبه لهاد الشوكولا ممكن تعوضوها غير بالعسل او الكوفيتير، وندهنوا بها الكيكه ديالنا. نعملوا هاد الشوكولا بهاد الطريقه هذه كامله. بالنسبه لهاد الشوكولا كتعطي واحد المذاق لذيذ مع الكيك. وغناخدو اللوز اللي محمر ومهرمش، اللي ممكن تعوضوه بالكاوكاو اللي هو الفول السوداني. هنايا عندي شوكولا ديال الدهن، وعملتها هيدا في بوش حلواني. ونبداو نعملو بيه خطوط، وممكن نذوبو شويه ديال الشوكولا ونعملو بيه هيدا خطوط، كيجي الشكل ديالها رائع بزاف. عملت واحد الخط هيدا من الفوق باللوز، كيجي الشكل ديالها رائع بزاف والمذاق اكثر من رائع. انا نقسم معكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كتجي. صراحه كتجي رائعه بزاف، كنصحكم تجربوها. ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.